ال5 red flags دول هيخلّوك تنقذ حياة 5 عيانين بييجوا لك الطوارئ، وأنت في الغالب ممكن تكون بتروّحهم وأنت مش واخد بالك. من حوالي سنة كان عندي عيّانة حوالي 35 سنة، 34 سنة، حاجة زي كده. المهم أنا باشوف الtriage notes بتاعتها، فلقيت إن هي بتشتكي من صداع، وإن هي non migraine. ما فيش حاجة أكتر من كده مكتوبة في الموضوع. أنا فلان الفلاني ها إيه مشكلتِك؟ فالمهم الست قعدت بدأت تشتكي تقول أنا عندي الصداع المفروض إن هو بنفس الشكل اللي هو في الغالب، يعني نفس الطبيعي اللي كان بييجي لها قبل كده، ولكن بدل ما كان بيقعد 3 أيام مثلًا من يومين ل3 أيام، المرة دي فضل مطوّل معاها لحوالي 5 أيام، plus كمان إن الصداع أشَد حاجة بسيطة من العادي، مش يعني هي بقى لها مثلًا بييجي لها الmigraines دي بقى لها حوالي 10 سنين. في ال10 سنين بيكون نفس الموضوع، بيكون في الأورا في الأول، وبعدين الصداع بييجي بشكل معين وبintensity معينة، وبعد كده بيبتدي إن هو يختفي في خلال يومين أو 3 والأمور بتبقى تمام بالأدوية اللي هي كانت بتاخدها. المرة دي الموضوع مختلف، مطوّل 5 أيام، والصداع أشد شوية. أنا بالنسبة لي يعني قُلت عادي ممكن المرة دي يعني migraine عادي برضه، بس طوّل شوية يعني المشكلة يعني. بس خلّيني أسألِك شوية أسئلة ونشوف الدنيا هتكون ماشية إزاي. فالمهم طيب الصداع بدأ إمتى؟ إيه اللي بيزوّده، إيه اللي بيقلّله؟ الأمور كلّها ماشية عادي في طريق إن هو migraine عادي، بس شوية كده وبعد كده سكتت. فاللي هو تعرف أنا خدت بالي وأنت بتقول لي إيه اللي بيزوّد الصداع شوية، فهو أنا لمّا بانام على ضهري الصداع بيزيد. تمام، حلو. طيب أنت لاحظت الموضوع ده من إمتى؟ قالت لك أنا لاحظته بقى لي من يومين أو 3 بدأ إن هو يبقى كده. طيب تمام، قبل كده الصداع كان بيبقى بنفس الطريقة دي؟ لأ، ما كانش بيبقى بنفس الطريقة دي. طيب خلّينا نعمل الneurological examination ونشوف لو في أي حاجة ونشوف هنعمل إيه. باعمل neurological examination، الpower تمام، الsensation، coordination، reflexes، كل حاجة الدنيا تمام، cranial nerve examination كله تمام، ما عدا وأنا باعمل الfundoscopy لقيت إن هو أنا مش أحسن واحد بيعمل fundoscopy، ولكن في الgrades العالية بتاعة الpapilledema ممكن ألقط إن هو في papilledema. فالمهم باعمل الfundoscopy فلقيت إن هو لأ، في disk edema ظاهرة. طيب الخطوة اللي بعدها وهاتكلم بعد كده أنا ليه عملت كده، عملت الCT venography الreport طالع إن هو في clot موجودة في الsagittal sinus، وده اللي بنسميه الcerebral venous sinus thrombosis، ودي تعتبر fatal condition لو أنت missed منك، العيان ممكن يدخل في seizures وبعد كده ما يتلحقش ولا قدر الله يموت. ففي الفيديو ده هنتكلم عن 5 red flags ما ينفعش ما تكونش عارفهم في أي عيان بييجي يشتكي من الheadaches، لأنك لو في الغالب أنت مش عارفهم العيان هيموت. أول red flag وهي عيان جاي بيشتكي من sudden onset للheadache intensity 10 out of 10، قال لك إن هو وصل للmaximum intensity في دقايق أقل من 5 دقايق، وعمره ما جاله الصداع ده قبل كده، وبيقول لك إن هو ده أسوأ صداع في الحياة. في الغالب النوع ده من الصداع بييجي مع exercise مثلًا تقيل during الsexual intercourse، يكون عيان عمل heavy lifting، الناس اللي في الgym اللي بيعملوا lifting للweights والحاجات دي كلها ممكن آآ تلاقي عيان عنده 30 سنة، 35 سنة وجاي لك بالأكيد onset headache لأن هو مثلًا كان في الgym وهو كان بيرفع حاجة تقيلة وبعد كده فجأة الصداع ده جاله. بتكون مع النوع ده من الصداع أعراض مصاحبة زي الneck stiffness، photophobia، وphotophobia معناها إن العيان بيفضّل إن هو يقعد في dark room عن إن هو يقعد في الdaylight زي ما إحنا قاعدين كده. ساعات بيكون برضه موجود معاه nausea، ساعات بيكون في vomiting، ولمّا بنعمل الneuro exam للعيان ده في الغالب ممكن يطلع كويس جدًا ما فيش فيه أي مشكلة، ولكن الhistory اللي العيان جاي بيها هي اللي بتخلّينا نفكّر في إيه هو ممكن يكون الdiagnosis للعيان ده. أول حاجة بنعملها مع العيان ده طبعًا بعد ما خدنا الobservations بتاعته وكل الكلام ده، ولكن أهم investigation محتاجين نعمله للعيان ده هو الCT brain، وده منطقي وأنا عارف إن كلّكم عارفين الكلام ده، ولكن الCT brain النقطة في الموضوع ده إن الCT brain بيكون الsensitivity بتاعته 95% في أول 6 ساعات،
طب يحصل إيه لو إحنا ما عملناش الCT brain في أول 6 ساعات؟ في الغالب العيان ده هيmiss منّك، العيان ده هتعمل له الCT brain مش هتلاقي فيه أي hemorrhage، مش هتلاقي فيه أي abnormality، هتروّح العيان وهو عنده الheadaches وبعد كده تلاقيه راجع لك بseizure، راجع لك unconscious، راجع لك بمشكلة أكبر ولا قدّر الله ممكن توصل للوفاة. طيب إذًا العيان ده لو عملنا له CT brain في أول 6 ساعات هنلاقي إن في نوع من أنواع الhemorrhage هنتكلم عنها كمان شوية، ولكن بعد ال6 ساعات بيبقى الhemorrhage ممكن بنسبة كبيرة يكون اختفى من الCT brain، ولذلك العيان ده لازم يتعمل له admission ويتعمل له lumbar puncture بعد 12 ساعة من الonset بتاع الheadache، وبنبُص في الlumbar puncture على حاجة اسمها الdensochromia. إيه اسم الحالة دي؟ الحالة دي اسمها الsubarachnoid hemorrhage intracranial bleeding، موجود في الsubarachnoid space. وفي حالة إنه أنت ما عملتش الCT brain في أول 6 ساعات، العيان ده بيكون الCT brain بتاعه normal، ولكن الخطوة اللي بعدها لازم تكون الlumbar puncture بعد 12 ساعة. لقينا في حاجة في الlumbar puncture زي الdensochromia، يبقى العيان ده confirmed إن هو عنده subarachnoid hemorrhage حتى لو الCT brain بتاعه كويس، يبقى إحنا شخصنا الموضوع من الdensochromia. تاني red flag إحنا محتاجين نعرفها في العيان اللي جاي بيشتكي من صداع، وهي إنه عيان عنده 50 سنة فيما فوق وجاي بيشتكي من new onset headache. الheadache ده ممكن يبقى insidious onset، ممكن يبقى gradual onset، وبيشتكي إن الصداع ده موجود على الtemporal region بتاعته، زائد إنه بيكون في معاه كمان jaw claudication. يعني إيه jaw claudication؟ jaw claudication معناها إنه العيان لما يبتدي يستخدم العضلات بتاعة الجو نفسها وهو بيمضغ، بيبتدي يحس كأنها بيحصل فيها cramp، ولما بيبتدي إن هو يوقف المضغ أو يوقف الأكل، العضلات دي بترجع لطبيعتها عادي، وده اللي بنسميه الjaw claudication. فبالتالي العيان 50 سنة فيما فوق بيشتكي من temporal area headache وفي معاها الجو كلوديكيشن. تاني حاجة العيان ده ممكن يكون بيشتكي منها هو الفيجن لوس، ده بيكون في الغالب يونيلاترال، وساعات بيصاحب الأعراض دي كلها، ممكن يكون الفاتيج، ممكن يكون في ويت لوس. طيب العيان ده هنكون بنفكر في حاجة اسمها الجاينت سيل arthritis، واهم انفستيجيشن نعملها للعيان ده هو واحنا بنسحب البلودز بتاعته لازم نعمل ESR ونعمل CRB. ال ESR في الغالب هيطلع أكتر من 50، لأنها دي بتكون inflammatory process، والinflammatory process هتعلي ال ESR، وفي الغالب ده هياخدنا للخطوة اللي بعد كده إن إحنا محتاجين ناخد biopsy من الtemporal artery، ولكن إحنا مش هنستنى لحد ما إحنا ناخد البايوبسي، فإحنا محتاجين نبدأ الاستيرويد على طول للعيان ده علشان نسيب الفيجن بتاعه ونلحق العيان قبل ما يتدهور مننا. تالت ريد فلاج من الريد فلاجز اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها في عيان اللي جاي بيشتكي من الهيدك، هو عيان جاي عنده فيفر وفوتوفوبيا، بالإضافة إنه ساعات ممكن يكون عنده نيك ستيفنس. طب يعني إيه نيك ستيفنس؟ نيك ستيفنس يعني العضلات بتاعة الرقبة بتاعته واقفة ستيف، مش قادر يحرك رقبته ولا يمين ولا شمال. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة، لو سمحت اشترك في القناة، ده هيشجعني إن أنا أكمل أشرح مواضيع أكتر، وده هيساعد إن القناة توصل لأكبر عدد من الناس ممكن. على الأقل المعلومة اللي توصل لهم تساعد في إنقاذ مريض. طيب العيان اللي جاي بيشتكي من الفيفر وفي عنده فوتوفوبيا وساعات بيكون عنده نيك ستيفنس، أنا هكون بفكر في حاجة زي المننجايتس أو الانكفالايتس. بيكون ساعات في أعراض مصاحبة للموضوع ده زي الكونفيوجن، ممكن يكون في سيجرز، أو ممكن يكون في فوكال نيورولوجي ليجن. طبعا انا ببدا بعمل اسسمنت بتاعي للعيان ده، بمشي بالاي بي سي دي ابروتش بتاعي العادي، ولكن مهم جدا لما اوصل لنقطه الانفستيجيشنز وانا بسحب البلودز لازم اعمل بلود كلتشرز. طيب واحد هيسالني انا محتاج في عيان اللي انا شاكك فيه ان هو ممكن يكون مننجايتس او انكفالايتس انا محتاج اعمل سي تي برين؟ والله هقول لك على حسب. اذا كان العيان ده فيه فوكال نيورولوجي ليجن يبقى انت لازم تعمل سي تي برين. طيب ليه انا محتاج اعمل سي تي برين في العيان ده؟ العيان اللي بيكون كويري مننجايتس او انكفالايتس انا محتاج ان انا اشخصه باللمبر بانكتشر. طب العيان اللي بيكون فيه فوكال نيورولوجي ليجن، ممكن يكون الفوكال نيورولوجي ليجن اللي موجود عنده ده مش ناتج عن المننجايتس او الانكفالايتس، ممكن يكون ناتج نتيجه لان في برين ابسس، اي سبيس اوكيباين ليجن تانية موجوده، ممكن يكون ستروك، ممكن يكون بليدنج، اي حاجه بتزود الانتراكرينيال بريشر. طب يحصل ايه لما الانتراكرينيال بريشر يزيد وانا بسحب اللمبر بانكتشر؟
هيحصل herniation للبرين عن طريق الفورامين ماجنم، وبالتالي أول حتة يحصل لها herniation البرين ستيم يتضغط عليها، حصل respiratory failure، العيان مات. يبقى لو العيان فيه focal neurology lesion أنا محتاج إن أنا أعمل CT brain قبل ما أعمل lumbar puncture. طب إذا كان العيان ما فيش فيه أي focal neurology lesion والعيان جاي بالفيفر وجاي بالneck stiffness، ممكن يبقى فيه photophobia، ممكن يبقى فيه معاه rashes، ممكن يبقى فيه nausea، ممكن يبقى فيه vomiting، ولكن ما فيش focal neurology، يبقى ساعتها أنا محتاج إن أنا أسحب البلودز بتاعتي بسسبكت المننجايتس أو الانكفالايتس. هنتكلم كمان شوية إزاي نفرق ما بين المننجايتس والانكفالايتس ونعمل إيه لو إحنا مش عارفين نفرق ما بين الاتنين. إذا كان العيان ده مننجايتس يبقى أنا هبتدي الأنتيبيوتيك بتاعي اللي هيكون الاي في أو الاي ام بنزايل بنسلين أو كيفترايكسون، وده بيكون في الغالب قبل ما العيان بيكون وصل المستشفى. المفروض بيكون بدأ إن هو ياخد حاجة زي كده، سواء هو راح لدكتور في عيادة خاصة أو راح في مستوصف أو راح في مركز رعاية أولية أو غيره، ولكن بمجرد ما هو بيوصل لك المستشفى إذا ما كانش أخد أي حاجة قبل ما هو يوصل المستشفى فأنت محتاج تديله حاجة من الثيرد جنريشن كيفالوسبورين، واللي بيكون الكيفترايكسون أو السيفوتاكسين، بلس أور ماينس بنديله كمان معاه أمبيسيلين إذا كان العيان أكتر من 50 سنة أو إذا كان نون إن هو immune compromised. ساعات ممكن نحتاج ندي العيان ده حاجة زي الفانكومايسين، ولكن ده هيعتمد على نتيجة الكالتشر. إذا أنت ما ينفعش تأخر الأنتيبيوتيك بتاعك لحد ما النتيجة تطلع. أنت بتبدأ الأنتيبيوتيك بتاعك الاي في او الاي ام بنزايل بنسلين، اذا كان جوه المستشفى بندي الكيفترايكسون، وبعد كده بنستنى نتيجه الكالتشر اذا كان فيها حاجه محتاج ان هو ياخد فانكومايسين او نغير الانتيبيوتيك لحاجه تانية كان بها، ما كانش يبقى احنا ادينا الانتيبيوتيك اللي احنا محتاجينه. طيب نيجي للسؤال دلوقتي، ازاي احنا ممكن نفرق ما بين الانكفالايتس والمننجايتس؟ طيب اذا كان العيان جاي لك بالفيفر والهيدكس وجاي لك ب alternation في الكونشس ليفل بتاعه بلس اور ماينس ان هو في مثلا سيجرز او عنده فوكال نيورولوجي ليجن، يبقى ساعتها انا هفكر في الانكفالايتس. اما اذا كان العيان جاي لك بالهيدك، الفيفر، راشز موجوده على الجسم، وكمان ممكن يكون في نيك ستيفنس، في الغالب العيان ده ممكن يكون مننجايتس. طيب افرض انا مش عارف افرق ما بين الاتنين دول، لو انا مش عارف افرق ما بين الاتنين دول في الغالب انا هدي الانتيبيوتيك وهدي انتي فايرال كمان على اساس ان هو ممكن يكون انكفالايتس. طيب في حاله ان هو انكفالايتس ايه نوع الانتي فايرال اللي احنا بنديه للعيان ده؟ بيكون الاي في اسايكلوفير، واللي بيكون 10 مللي جرام بير كيلو جرام كل 8 ساعات. رابع ريد فلاج ما ينفعش ما تكونش عارفه في عيان جاي بيشتكي لك من الهيدكس، هو عيان جاي لك بهيدك بلس في فيجن تشينج، وده زي العيان اللي حكينا عنه في بداية الفيديو. بنشوفه كتير في عيانة بتكون مثلا young age ماشية على contraceptive pills أو إن هي ممكن تكون postpartum، وبتوصف إن الهيدك ده بيكون أسوأ لما بتنام على ظهرها. هنا إحنا بنفكر في حاجة زي الكافيرنس فينس ساينس ثرومبوزس، واللي لو ما تلحقش بدري العيانة ممكن تدخل في سيجرز وبعد كده في كوما وبعد كده ممكن توصل للدث. طيب وزي ما اتكلمنا قبل كده إنه العيانة دي لما أنت بتيجي تفحصها ممكن تلاقي إن النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاعها كله كويس، ولكن في بابيليديما لما بتيجي تعمل الفندوسكوبي. فاذا الفندوسكوبي اللي انت بتعمله ده حاجه مانداتوري في اي عيان جاي بيشتكي من الهيدك. خطوه الانفستيجيشن اللي بعدها ان احنا محتاجين نعمل السي تي فينوجرام او نعمل ام ار فينوجرام. الغالب الام ار اي ممكن ما يكونش متاح، ولكن السي تي فينوجرام على الأقل ممكن متاح بشكل أكبر شوية من الام ار اي. والعيانين دول حسب النايس جايد لاينز احنا بنمشيهم على فول دوز لو موليكولار ويت هيبرين، واللي ممكن بيستمر لمدة 3 شهور regardless في بليدنج أو لأ. وفي الغالب احنا محتاجين تسكاس العيان ده مع النيورولوجي أو النيوروسيرجري قبل ما نبتدي الهيبرين. خامس ريد فلاج من الريد فلاجز اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها في الهيدك هو الهيدك اللي جاي في شخص وبقيت الناس اللي عايشين مع الشخص ده في نفس البيت عندهم نفس نوع الهيدك. العيان ده بيوصف لك الهيدك ان هو
بيبقى في شوية صداع موجود، ممكن يبقى all over الhead، بيتحسن لمّا بيخرج برّه وبيكون أسوأ لمّا بيدخل البيت. بيكون مصاحب للموضوع ده أعراض زي النوزيا، ممكن يكون في dizziness، وساعات ممكن يوصل لconfusion. وأنا هنا باتكلم عن الcarbon monoxide poisoning. طيب أهم investigation إحنا محتاجين نعملها بعد ما بنstabilize العيان والأمور كلها تمام، أنا محتاج إن أنا أعمل venous carboxyhemoglobin، واللي في الغالب هالاقيه إن هو عالي. والعلاج في العيانين دول بيكون الhigh flow oxygen عن طريق الnon rebreather mask، بحيث إن أنا أوصّل له 100% من الأكسجين. أنا عارف إن في ناس هتقول لي إن إحنا بنحتاج ساعات حاجة زي الhyperbaric oxygen، بيكون في حالات معيّنة زي مثلًا واحدة تكون pregnant lady، حالات تانية أيًا كان، ولكن مش متاح الhyperbaric oxygen ده في كل المستشفيات. أنت ابدأ بالhigh flow oxygen عن طريق الnon rebreather mask وخلاص. في نقطة مهمة جدًا في العيان ده، إنه لمّا إحنا بنيجي نحط الpulse oximetry في العيان ده بيكون خادع جدًا، ولو مش عارف ليه هو خادع جدًا، ارجع اتفرّج على الفيديو بتاع الblood gases اللي أنا عملته، واللي باتكلم فيها عن الفرق ما بين الSpO2 والPaO2. اتكلمت في الموضوع ده عن إنه الSpO2 بيكون خادع في إنه هيدّيني قراءة عالية، ممكن يكون الأكسجين، نسبة تشبُّع الأكسجين في العيان ده ممكن توصل ل95% ل98%، ولكن هو واقعيًا ما عندهوش أكسجين decarboxy hemoglobin. الpulse oximeter بينخدع وهو بيقراه، فبيحلّله على إنه أكسجين فيدّيك القراءة غلط. لذلك فأنا ما ينفعش أعتمد على الpulse oximeter في العيانين دول، وأنا محتاج إن أنا أعمل arterial blood gas علشان أشوف إذا كان الPaO2 بتاعه within normal أو أقل من الطبيعي. في نهاية الفيديو باحب أفكّرك إن أنا بانزّل كل أسبوع أو أكتر شوية فيديو باتكلّم فيه عن موضوع طبّي مختلف، فما تنساش تعمل like، ما تنساش تعمل subscribe، ده هيشجّعني إن أنا أكمّل. وسلام.